وانا اللي كنت فاكر نفسي هقعد في السعوديه اكتر من كده. قال ايه؟ قلت هاجي اخد البطوله العربيه وامشي. يلا الحمد لله. انا سمعت ان الفرق اللي بتخرج من دور المجموعات ليها مكافاه 100,000 دولار. حلوين دول، اخدهم مصر ارجع اجيب بيهم صفقات واروق على حالي. يا سمو الشيخ طال عمرك، فين بقى المكافاه بتاعتي؟ انا عايز ال 100,000 دولار. والله مو محسوبه الزياره هاديه. الزمالك المره اللي جايه تيجي البطوله العربيه تقعد معانا اكتر من كده. من العين الاتنين المكافاه بتاعتك في الحفظ وفي الصون، بس يعني بس في شويه خصومات كده بسيطه، نخصمهم ونديك المكافاه حقك. خصومات ايه تاني؟ انت من الفيفا ولا ايه؟ بس انا ليا منك ولا منه؟ ماشي يا طال عمرك، اخصم منهم اللي انت عايزه واديني بقى المكافاه بتاعتي. عايز انزل مصر اجيب شويه صفقات كده. ما تقلقش يا زمالك، دي شويه خصومات بسيطه كده. ركز معايا. عندك خصم 10,000 دولار رايحين للاتحاد الوطني السعودي، ملناش دعوه بيهم. وخصم 2000 دولار على كل لعيب خد انذار. شوف بقى انت عندك كام لعيب خد انذار. وخصم 5000 دولار بسبب الحصول على اكتر من 5 انذارات في المباراه واحده. وعندك خصم 20,000 دولار بسبب الاعتراض التحكيمي اللي عمله شيكابالا وزيزو والسيسي مع الحكم في ماتش الشباب. يعني انت كده اجمالي كده ناقص المكافاه 100,000 دولار. يبقى انت كده يا معلم المكافاه بتاعتك اللي فاضل منها 30 جنيه. اتفضل حقك اهو، عشان احنا ما بناكلش حق حد. ايه دول؟ معلش، دول المكافاه بتاعتي؟ دي المكافاه بتاعتي انا؟ 30 جنيه؟ ده مرتب شيكابالا اكتر من كده. ده انا عليا ديون يا جدعان قد كده متلتله. دي المكافاه بتاعتي؟ تصدق بالله انا غلطان، انا جيت شاركت في البطوله العربيه. وعلى فكره بقى بطوله افريقيا احسن من البطوله العربيه دي 60 مره. ورونالدو ما بيعرفش يلعب، وانتوا كلكم فرقه فاضيه ومطبقينها سوا. 30 جنيه ده ما يجوش حق مواصلات ارجع بيهم مصر.